لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على. سلام البنات، مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح، تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكل وحده جديده دخلت القناه تاعي، نقول لها مرحبا بك في القناه. ما تنسيش تشتركي في القناه تاعي، ما رايحاش ندمي ان شاء الله، وتخلي لي كامل تخليو لي لايك وتعليق مشجع هكذا، باش راح نجيب لكم الجديد ونفرحكم به. اليوم كما راكم تشوفوا انا عندي هنايا شويه تاع الكورجات. هذا الكورجات جاي يفسد لي، راح اليوم نعطيكم واحد الوصفه باش كيفسد لكم هذاك الكورجات تستغلوه وما ترميوهاش، وديروا به وصفه، واحد الوصفه بنينه واش نقول لكم، بنينه بنتها يعني تهضر عليها. وصفه بسيطه جدا وما فيهاش مقادير بزاف. ما عليكم غير تتبعوا لا فيديو، تتبعوا المراحل وتطبقوا هذه الوصفه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتستمتعوا بها. كما راكم تشوفوا هنايا انا نظفت لاكورجات تاعي اللي كانت فيها واحد ليطاج، كانت شويه ما راح تفسد لي. نظفتها، هي زوج حبات تاع طوماطيش وحبه تاع البصل، وعندي سنينات تاع الثوم مع مقادير اخرى راح نشوفوها في المراحل الجايه ان شاء الله. هنايا سكفجت هذيك لاكورجات تاعي، سكفجتها كنت هنايا بديت في الرقيق، ومن بعد رحت شويه للخشين لانها بدات تطلق لي شويه، ما جاتني شويه ماويه وانا ما نحتاجهاش ماويه، مالغري اني راح نحي لها الماء هذاك اللي فيها، بصح ما نحتاجهاش تكون رقيقه بزاف. انا هذه لاراب تاعي شويه جاتني شويه ماعيه، انا ما عجبتنيش. هنايا كما راكم تشوفوا دورتها نربيها في الخشين، تربيو هذيك لاكورجات تاعكم كما راكم تشوفوا. انا ديت نسبه لاباس بها، يعني 4 حبات كانوا متوسطين في الحجم تاعهم. اللي تكون عندكم ليسونسيال استغلوا الحاجه اللي عندكم، ما ترميوهاش. اذا هنايا بعد ما ربيت هذيك لاكورجات تاعي كما راكم تشوفوا، ربيتها راح نعصرها من هذاك الماء اللي فيها. حاولوا انكم تعصروها مليح من الماء هذاك اللي فيها، تعصروها بيديكم ولا تحطوها تقطر في كاش حاجه الا كان ما كنتوش مزروبين. انا هنايا عصرتها بيديا، عصرتها كامل من هذاك الماء اللي فيها، مالغري انها من بعد زادت تنقص لي الماء، ولكن حاولت اني نعصرها مليح من الماء هذاك اللي فيها. تعصروها ومن بعد تزيدوا لها المكونات الاخرى اللي هي راح نشوفوا مع بعض واش ضفت لها. حاولوا انكم كامل تخرجوا لها هذاك الماء اللي فيها. كما راكم تشوفوا لاكورجات فيها الماء، طلقنا الماء، هذاك الماء ما نحتاجوهش. بعدها هنايا بعد ما عصرتها مليح من هذاك الماء اللي فيها، جبت هنايا كميه تاع لا فيونداشي. هنايا عندي انا فيونداشي يعني تاع المهم فيونداشي، نتوما تقدروا تستعملوا بولي اشي ولا دنداشي، ليسونسيال الحاجه اللي تكون عندكم. عندي هنايا حبه تاع بيض كامله، وعندي طبعا سنينات تاع الثوم بالاضافه الى الملح والتوابل اللي هي الكمون والكزبر وشويه تاع الزنجبيل، وعندي شويه معدنوس طبعا، والملح ما نساوش الملح لانه سيد الطعام. الملح ملحوه على حساب الذوق تاعكم، وما تنساوش بلي لاكورجيت يعني تحتفظ بالملح، وبالتالي ما تملحوش بزاف لاكورجيت تاعكم. هذه الخليط هذا ما تملحوش بزاف، انه بعدا يطلق لكم الملح، وحنا راح نديروا واحد لاصوص باش ما تجيناش مالحه الحاله. نحاولوا ان نقصوا الملح قدر المستطاع. هنايا ربيت الثوم تاعي اللي كانوا هما 4 سنينات تاع الثوم. هنايا ضفت كميه تاع المعدنوس تاعي اللي كنت قطعتها. هنايا حطيت شويه تاع الكزبر، شويه تاع الكمون راح يعطي لها الذوق يعني هايل. وحطيت لها هنايا الملح، انا ملحتها. وطبعا باش تلايم لي هذه الخليط، تلايم لي مليح هذا الخليط، ضفت ملعقه
تاع الفرينه. هذه الفرينه راح تعمل يعني الدور ديالها ان تزيد تجمع لي بالاضافه للبيض، راح تجمع لي هذا الخليط، ما تخليش يعني يتفتت لي كي شغل كي نقليهم. نخلط هذاك الخليط، نحاول اني هذيك يعني لا كورجيت ندخلها مليح مليح مع لا فيونداشي لدرجه انه هذاك الخليط يولي يتلاصق لي. وبعدها جبت هنايا في مقله، حطيت شويه تاع الزيت يسخن لي، ودرت كوريات بهذاك الخليط تاعي. حاولوا انكم ترمضوه شويه تاع الفرينه باش ما يعني ما يتحللكمش كي تقليوه. تقليوهم مليح، تقليوهم يعني حتى يتحمر لكم. كيما راكم تشوفوا انا درت هنايا شويه كعكات، او كيما نقولوهم ما باش كيفاش تسميهم ليسونسيال، كل وحده كيفاش تسميها. انا درت هنايا كعكات وحطيتهم يتقلاو لي في شويه تاع الزيت. باش الجهه الاخرى في مقله حطيت شويه تاع الزيت، وهنايا حطيت هذيك البصله تاعي اللي كنت ريحيتها مليح. انا البصل تاعي نحبها تكون مرحيه مليح مليح، ما نحبش هذيك شغل نقطعها شغل كاريات صغارين ومن بعد تقعد ليها كي ناكلها باينه، ما نحبهاش تبان لي. قليت هذيك البصل مليح وضفت عليها هذوك زوج حبات تاع طوماطيش اللي كيف كيف اللي كنت ريحيتهم مليح مليح حتى ولاو ليما، وخليتهم يتقلاو مع بعض. طبعا بعد ما ضفت الملح وضفت شويه تاع الكزبر وشويه تاع الكمون. توابل ما حطيتش بزاف، طبعا انا ما نحبش توابل بزاف، يعني حطيت الملح. وبعدها ضفت التوابل تاعي اللي راح نشوفوهم هنايا، شويه تاع الكزبر وشويه تاع الكمون طبعا، وخلطت وغطيتها وخليتها زيت تجمر لي مليح. هذيك الطوماطيش والبصل يتجمروا في بعضهم، جمرتهم مليح. هنايا كيما راكم تشوفوا الطوماطيش بدات تاخذ اللون ديالها، هذاك اللون الحقيقي. صدقوني يعني كي ترحيو الطوماطيش والبصل يعني بهذه الكيفيه راح تعطيكم واحد لاصوص هايله. ما تجيكمش هذيك لاصوص شغل اللي فيها هذوك الحبات اللي ما نحبوهمش، كامل ما نحبوش هذوك الحبات يقادونا في لاصوص. هنايا بعد ما تجمرت لي ضفت واحد المكون هنايا اللي راح نشوفوه. ضفت كميه تاع الزيتون، هذا الزيتون يكون دي نوايو يعني ما فيهش يعني العلف، تقطعوه ومن بعد يعني تكونوا ديجا نحيتوا له الملح هذيك اللي فيه، وتضيفوه لاصوص تاعكم هذيك، وتضيفوا كميه تاع الماء راح تكون تقريبا نصف كاس تاع الماء الى كاس، وتخليو لاصوص تاعكم هذيك تزيد تعقد مليح مليح. هنايا كما راكم تشوفوا انا نضيف الماء هذاك بالتدريج ونخلط باش نشوف نسبه الماء اللي نحتاجها لدرجه باش يطيب لي هذاك الزيتون تاعي. طبعا ما نحطوش الماء بزاف، ماشي نديروها شغل كما يقولوا مرقه. حطيت الماء تاعي وغطيت عليها وخليتها تزيد تجمر لي مليح. ومن بعد جبت هادو العجيجات تاع لي كورجيت تاعي اللي كنت قليتهم. انا هنا كنت ضفت لهم شي تاع الفرينه وقليتهم. بعد ما تقليهم وتكون هذيك لاصوص تاعكم شويه بدات تعقد، كيما بدات تعقد تحطوا هذوك العجيجات تاعكم وتخليهم يتجمروا لكم في لاصوص هذيك. طبعا يتجمروا شويه كيما يشربوا هذيك لاصوص تاع لاصوص طوماط تاعنا. هاي راني نضيف في هذوك العجيجات ونخليهم يتجمروا لي في هذيك لاصوص. صدقوني هذه الكيفيه بهذه البساطه تاعها وبهذا يعني المكونات اللي فيها جات بنينه هايله هايله هايله، بسيطه جدا جدا. ما راحش تدي معكم الوقت وما راحش يعني تدي مقادير بزاف. تقدروا كما قلت لكم لا فيونداشي تعوضوها باي حاجه كانت عندكم متوفره في الدار، وتفرحوا العائله تاعكم وما نتوما تفرحوا بها. يعني على الاقل درتوا حاجه يعني انجاز كما يقولوا. ما نستغلوا ديما نستغلوا الحاجه اللي تكون راح تفسد لنا، ما نرميوهاش وما نضيعوهاش. اذا في الاخير هذا هو الطبق تاعي. يعني نعتذر شويه على الاضاءه كانت هنايا درت هذا الطبق درته العشاء، الاضاءه كانت شويه عيانه عندي. ديما نشكيلكم يعني على الاضاءه. هنايا كما راكم تشوفوا هادو هما يعني العجيجات تاعي تاع الكورجيت جاو هايلين في الذوق، يعني ما نحكي لكمش. واحد البنه صدقوني خاصه كي زيد ضفت لهم هذوك الشرائح تاع الزيتون جاو يعني ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تكونوا تبعتوا لا فيديو حتى النهايه تاعو، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه خاصه في هذو الايامات الاخرانيين تاع الصيف. ديما نحوسوا الحوايج ساهلين وخفافين. جربوهم وان شاء الله يا ربي يعجبكم الطبق هذا وتوليو ما تستغناوش على الوصفه هذه. في الاخير واش نقول لكم،
نضرب لكم موعد في وصفة جاية ان شاء الله، في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسونيش دائما كما نقول لكم، ما تنسونيش يعني بالتعليق، وكذلك ما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء تاعكم. واللي يدخلوا جدادين كما قلت لكم في البدايه ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي ان شاء الله يا ربي، ما تندموش على الاشتراك في القناه تاعي. نلتقي ان شاء الله في فيديو لاحق. السلام عليكم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم